مساء الفل. عمر مرموش الدنيا اليومين دول كده هيصل عمر مرموش وهيروح برشلونة وفي أندية في الدوري الإنجليزي عايزاه وفي ألمانيا وحاجات كتيرة كده، والولد ما شاء الله عليه، ايه الدنيا ايه ماشية معاه حلو. طيب، حد فكر كده إن هو في أوجه تشابه بينه وبين صلاح؟ كل الناس شايفة إن هو عامل زي صلاح ونفس الطلعة وبتاع، والولد بيطور من نفسه لا، في سبب محدش بيتكلم عليه خالص، محدش بيتكلم عليه خالص خالص خالص. السبب ده اللي هو ايه؟ ده سبب نجاح صلاح، او سبب من اسباب نجاح صلاح، وبرضه سبب من اسباب نجاح مرموش. دي الحاجه المشتركه الكبيره، انا شايفها ان هي كبيره قوي قوي، محدش واخد باله منها. ليه؟ ايه بقى؟ هما الاتنين ما لعبوش في انديه جماهيريه. طب يا عم، ده كده حاجه مش حلوه. لا، حاجه حلوه، اقول لك ليه. اللي لعبوا في انديه جماهيريه ان شاء الله حتى سنه سنتين بيتعملوا لهم هيصه. يعني ايه بتعملوا هيصه؟ ماشي في الشارع وعلى السوشيال ميديا، الحراق المشطشط المفلفل اللي معرفش ايه، اعظم لعيب في الكون، احرف لعيب في المجره. والهيصه اللي بتعمل ايه؟ الكدبه بتاعتنا هنا في مصر دي. اللعيبه اللي في مصر عندنا بيحبوا الشغل ده، وبيحبوا لقطات الفيسبوك والسوشيال ميديا، وتقص لهم حتت وبتاع، وبيرقص مع الجماهير وبيشيط في الزمالك وبيشيط في الاهلي ومش عارف ايه والهري ده كله. فاللعيبه دي ما دقتش الهيصه دي، ما دقتش الهيصه دي. حاجة كمان، اللعيبة عندنا في مصر بالهيصة واللي بيحصل لهم والحاجات دي كلها، حتى لو مستوى زي الزفت، بياخد فلوس حلوة، بيركب أحسن عربيات موجودة في البلد، بياخد فلوس تعيش وهو وأهله في مستوى كويس، فالدنيا معاه مستريحة، مش عايز يتعب في حاجة، قاعد في بلدي سلطان زماني، والدنيا معايا إيه؟ زبادي خلاط. لكن دول ما دقوش الحاجات دي كلها، خدوها كده من تحت بره، ولا حسوا بقى بالهيصة ولا بالكلام ده كله. دي أهم حاجة موجودة عند الاتنين دول، عند صلاح وعند مرموش. الحاجة التانية القابلية للتطور. يعني صلاح ما كانش صلاح كده، صلاح كان راس ماله ايه؟ هو حط الكرة ويجري. حتى كولر كوبر لما كان ماسك المنتخب كان هو ادي الكرة صلاح ويجري، ما كانش عنده اي حاجة تاني. طور نفسه، بيلعب بيمينه وبيلعب بشماله وبيرقص وبيقطع وساعات بيلعب راس حربة. صلاح طور من نفسه كتير، عمر مرموش طور من نفسه كتير. عمر مرموش بتاع السنة اللي فاتت واللي قبليها كان ما يستحقش يلعب في المنتخب. كان يجي كده اللي هو انت مين يا عم؟ انت بتعمل عندنا انت. لكن هو طور من نفسه مرة والتانية والتالتة، دلوقتي شوف بقى عامل ازاي. الا لو في حالات نادرة بقى، ايه، ناس نجحت من أندية جماهيرية، بس دي حالات نادرة، نادرة قوي يعني. فاشي يعني مثلا ميدو زمان ده ما كانش فيه سوشيال ميديا والهرس ده كله. خلاص، مصطفى محمد الوحيد اللي بيحاول. مصطفى محمد الوحيد اللي بيحاول، طالع من الزمالك برضو، الهيصة والأناكوندا والشغل اللايح بتاع المعلقين اللي عندنا ده، بس بيحاول. فبس الحاجة الأساسية أنا شايفها الأساسية هي إن هما ما لعبوش في أندية جماهيرية. شكرا.